يلا سوا نعمل كشك ألماس. طبعا هلاقي ناس كتير كشت وقالت يو ده موال وحوار كبير قوي وصعب وكلام غريب كده زي ما انا كنت فاكره لحد لما قررت اجرب. هخليكوا تعملوا الكشك ده كل يوم بجد من سهولته. انا اول حاجه بدات بيها هي البصل يا شباب. حمرت كميه بصل تناسبني، كانوا بصلتين كبار، ابشروهم بقى او حلقات ولا مكعبات مش فارقه اللي تحبوه اعملوه. بس انا بحط دقيق على البصل قبل ما بحمره وما بشيلش ايدي منه خالص. كل كام ثانيه كده لازم اقلب علشان ياخد كله نفس اللون. وتقدروا تعملوا كميه كبيره وتخزنوها في الفريزر. جبت معايا شوربه فراخ ولكل نص كوبايه رز هحط من 3 ل 4 كوبايات شوربه. المهم ما تنسوش تغسلوا الرز الاول. وانا قلبته حبه كده لحد ما اتاكدت انه مش هيلزق في الحله، وبعدين سبته يتهري تماما مع الشوربه. ورحت اجهز خميره الكشك واللي كانت عباره عن كوبايتين من اللبن ومعلقتين كبار قوي دقيق وعلبة زبادي بلدي او جهينة ايا كان اللي تحبوه. وما تغلطوش غلطتي، انا قلبت بالمعلقه وده خلاها تكتل مني. الافضل تضربوها بالهاند بلندر كويس قوي وتتاكدوا ان كله دب مظبوط. نزلت بالخميره على الشوربه بعد الرز ما استوى وسبتهم دقيق يغلوا شويه كده، وبعدين كسرت شويه بصل فيها وظبطوا ملحكوا بقى وقفلوا عليها. رجعت بعد دقايق لقيتها صيصه ومكلكعه وافتكرت اني نسيت اضيف كمان معلقه السمنه، فجبت الهاند بلندر وضربت كل المكونات. وانا عارفه الوصفه الاصلي الرز مش بيتضرب، ولكن بالنسبه لي كان كده افضل. ضربتهم وحطيت معلقه سمنه كبيره قوي وغليوا سوا والمكونات ربطت وبقت تحفه بجد. عجبتهم جدا ومش بتحتاج لمكونات صعبه. ويلا بكره اعملوها على طول وبالهنا والشفا.